كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان موسى بن نصير كان قدامه 6 عقبات او 6 مشاكل رئيسيه لازم يتغلب عليهم الاول عشان يقدر يفتح الاندلس. وبالرغم من ان المشاكل دي كانت مشاكل ضخمه وصعبه جدا الا ان موسى بن نصير رحمه الله كان مصر ان هو يفتح الاندلس، كان مصر ان هو يتغلب على المشاكل دي عشان يقدر يفتح الاندلس. فموسى بن نصير رحمه الله ما كسلش وما قالش انا قدامي عقبات صعبه جدا، الحاجات دي انا مش هقدر اتغلب عليها، لكنه حاول بكل الطرق وبدا يحل المشاكل دي واحده واحده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكنه ان هو يفتح الاندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة الأندلس من الفتح للسقوط. فلو ده أول فيديو تشوفه ليا أو لسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. عشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. أول مشكلة قابلت موسى بن نصير كانت عدم وجود السفن. المسلمين في الوقت ده ما كانش عندهم قوة بحرية، ما كانش عندهم أسطول بحري يقدر ينقل المسلمين من المغرب للأندلس. وعشان يتغلب على المشكلة دي فموسى بن نصير رحمه الله بدأ ينشئ السفن ويبني المواني. وبالرغم من إن إنشاء السفن وبناء المواني دي حاجة صعبة وهتاخد مدة ووقت طويل جدا، إلا إنه رحمه الله كان عنده همة عالية جدا، وقدر موسى بن نصير في فترة قليلة إن هو يبني كتير من المواني في شمال أفريقيا. وكان أشهرها ميناء القيروان التابع لمدينة القيروان اللي أسسها عقبة بن نافع رحمه الله، واللي كانت في الوقت ده عاصمة الشمال الأفريقي. وفي نفس الوقت ده موسى بن نصير رحمه الله بدأ يعلم البربر الإسلام عن طريق الدورات المكثفة، بدأ يديهم كورسات مكثفة في الإسلام عشان الإسلام يتعمق جواهم وينتشر فيهم، بدأ يعلمهم الإسلام بحذافيره، وبدأ يعد ويكون فرق من البربر عشان يكونوا هم جند الإسلام وجيشه، لحد ما سبحان الله بقى كل البربر من قوات الإسلام والمسلمين. احنا عارفين ان لو حصل هجوم من جيش دولة معينة على دولة تانية، مستحيل ان بعد فترة من الزمن الدولة اللي حصل عليها حرب واحتلال دي تبقى جزء من الدولة اللي احتلتها، مستحيل طباعهم وولائهم وحبهم يتغير ويبقوا جزء من الدولة اللي دخلت تحاربهم أصلا. لكن سبحان الله ده اللي حصل في الشمال الأفريقي بعد 2 أو 3 سنين بالكتير من فتح شمال أفريقيا عن طريق موسى بن نصير، لأن هو رحمه الله قدر يثبت قواعد الإسلام في الشمال الأفريقي، وأصبح كل جند الإسلام والمسلمين في الشمال الأفريقي من البربر. فعندك مثلا فرنسا احتلت الجزائر 130 سنة، 130 سنة من الاحتلال والظلم والفساد في الجزائر، لكن سبحان الله حتى بعد 130 سنة الفرنساويين ما قدروش يغيروا طباع الجزائريين، ما قدروش يحولوا ولاء شعب الجزائر لفرنسا، ما قدروش يخلوا الجزائريين جزء من الجيش الفرنسي، ولا حتى قدروا يخلوا الجزائر جزء من فرنسا. وفضل الجزائريين مسلمين محافظين على اسلامهم لحد النهارده. لكن في المقابل الاسلام انتشر في البربر، بدأ موسى بن نصير رحمه الله يعلم البربر الجهاد في سبيل الله، فانتشر الاسلام في قبائل البربر، واصبح معظم الجيش الاسلامي اللي موجود في الشمال الافريقي من البربر في مده تتراوح من 5 ل6 سنوات بالكتير. وبكده يبقى موسى بن نصير رحمه الله قدر يتغلب على مشكله خوفه ان قبائل البربر يرتدوا عن الاسلام من جديد. بعد كده موسى بن نصير ولى طارق بن زياد قياده الجيش اللي هيتجه للاندلس، لان طارق بن زياد رحمه الله قدر يجمع بين التقوى والورع والكفاءه الحربيه والرغبه في الموت في سبيل الله. وزي ما قلنا ان طارق بن زياد كان من البربر وما كانش ليه اي اصول عربيه، وسبحان الله الاسلام عمره ما فرق بين العربي والاعجمي، عمره ما فرق بين العرب والبربر. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى. وكمان كون طارق بن زياد من البربر فهو عنده القدره على قياده جيش البربر، عنده القدرة على قيادة الجيش الإسلامي اللي بقى معظمه في الوقت ده من قبائل البربر. وكان طارق بن زياد رحمه الله بيتقن اللغة البربرية واللغة العربية، فيقدر يتواصل مع كل الجيش في الوقت ده سواء من البربر أو من العرب. وأكيد قوات الجيش الإسلامي من البربر في الوقت ده هيبقوا مبسوطين جدا إن يكون القائد بتاعهم واحد منهم. وطبعا زي ما قلنا هو أصلا كان عنده القدرة والكفاءة الحربية اللي تؤهله للمنصب ده. قلنا كمان إن موسى بن نصير كان خايف إن هو يخش بلاد الأندلس من غير ما يفتح جزر البليار اللي موجودة في شرق الأندلس، كان خايف يخش بلاد الأندلس وهو مش فاتح جزر البليار، لأن ساعتها هيكون ظهره مكشوف لجزر البليار وممكن يهجموا عليه في اي وقت. فقدر موسى بن نصير رحمه الله ان هو يفتح جزر البليار ويأمن ظهره لما يخش بلاد الاندلس، واصبحت جزر البليار جزء من الدوله الاسلاميه في الوقت ده، وبالتالي ظهر المسلمين بقى محمي من جهه الشرق. وبكده يبقى موسى بن نصير رحمه الله قدر يتغلب على 4 عقبات من ال6 عقبات اللي كانوا قدامه، لكن فضل عنده مشكلتين كبار جدا لازم يتغلب عليهم. المشكله الاولى كانت مشكله ميناء سبته اللي كان بيحكمها يوليان، وكان ميناء حصين جدا المسلمين ما قدروش يفتحوه. والمشكله الثانيه ان هو ما يعرفش اي حاجه عن ارض الاندلس، طبيعة أرض الأندلس مجهولة بالنسبة للمسلمين. وللأسف موسى بن نصير حاول كتير جدا إن هو يحل المشكلتين دول، لكن ما قدرش يحلهم، ما قدرش يفتح ميناء سبتة لأن هو كان ميناء حصين جدا، ولا حتى كان عنده السفن الكافية اللي ينقل بيها المسلمين لبلاد الأندلس عشان يعرفوا الطبيعة الجغرافية اللي موجودة هناك. فدول كانوا اكبر مشكلتين ما قدرش موسى بن نصير يتغلب عليهم. لكن سبحان الله لما موسى بن نصير استنفذ كل طاقته وعمل كل اللي يقدر عليه، عناية ربنا سبحانه وتعالى اتدخلت، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعانه على حل المشاكل دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيوليان أو جوليان حاكم سبتة
كان بيحقد وبيكره جدا لوزريق حاكم الاندلس في الوقت ده، لان زي ما قلنا ان لوزريق اصلا كان حاكم متغلب، عمل انقلاب على غيطشه الحاكم السابق لبلاد الاندلس، وغيطشه وجوليان اصلا كانوا اصحاب وفي بينهم علاقات طيبه، فيوليان اصلا كان بيكره لوزريق جدا. وكمان اولاد غيطشه استنجدوا بيوليان عشان يستعينوا بيه ويساعدهم في حربهم ضد لوزريق، ويقدروا يستعيدوا املاك ابوهم اللي هو استحوذ عليها، لان اصلا اولاد غيطشه كان ليهم ضياع او حدائق كبيره جدا موجوده في بلاد الاندلس، والضياع او الحدائق دي لوزريق حط ايديه عليها وصادرها، فهم كانوا عايزين يرجعوا حقهم ويستردوا الضياع او الحدائق بتاعتهم. لوزريق ده اصلا كان حاكم ظالم جدا، وكل شعب الاندلس كان بيكرهه، كانوا بيكرهوه جدا لان هو كان بيفرض عليهم ضرائب عاليه جدا، وكان بيعيش في النعيم والغنى والثراء في القصور، وهم كانوا شعب فقير جدا مش لاقيين اي حاجه ياكلوها. كنا قلنا ان طارق بن زياد في الوقت ده كان هو الوالي على ميناء طنجه، ميناء طنجه اللي موجود جنب ميناء سبته. وفي الوقت اللي موسى بن نصير استنفذ كل طاقته وما بقاش عارف يحل المشاكل اللي موجوده عنده ازاي، قرر يوليان ان هو يستعين بالمسلمين عشان يحاربوا معاه لوزريق، وعشان يساعدوه ان هو يرجع ضياعات واملاك غيطشه لاولاده اللي هم كانوا بيستنجدوا بيه. وفعلا هو ده اللي حصل. يوليان بعت رسل لطارق بن زياد اللي هو كان والي طنجة في الوقت ده عشان يتفاوض معاه على الحرب ضد لوزريق، وده طبعا كان من تدبير ربنا سبحانه وتعالى للاسلام والمسلمين. يوليان عرض على طارق بن زياد 3 امور. الامر الاولاني ان هو يسلمه ميناء سبته، ميناء سبته الميناء الحصيني اللي المسلمين ما كانوش عارفين يفتحوه. يوليان قرر ان هو يسلمه لطارق بن زياد بمنتهى السهوله. الامر الثاني ان هو هيمد المسلمين بالسفن الكافيه اللي هتاهلهم ان هم يعدوا مضيق جبل طارق. والامر الثالث ان هو هيدي المسلمين المعلومات الكافيه عن الطبيعه الجغرافيه لارض الاندلس، يعني هيحل للمسلمين اكبر 3 مشاكل بيقابلوهم: مشكله ميناء سبته، ومشكله عدم وجود السفن، ومشكله جهل الطبيعه الجغرافيه لبلاد الاندلس. فسبحان الله لما يبقى ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى للاسلام والمسلمين. طب يا ترى يوليان كان عايز ايه في مقابل ال3 امور العظيمه جدا اللي هتحل مشاكل المسلمين؟ يوليان في مقابل العرض المغري للمسلمين ده كان كل اللي هو عايزه ضياعات واملاك غيطشه، فغيطشه كان عنده اكتر من 3000 ضيعه او حديقه، وزي ما قلنا ان لوزريق صادرهم وحط ايديه عليهم. فكل اللي طلبه يوليان من المسلمين ان هو بعد ما يساعدهم في فتح بلاد الاندلس ترجع ضياعات واملاك غيطشه لاولاده من جديد. وطبعا طارق بن زياد رحمه الله لما سمع العرض المغري ده من يوليان فرح جدا، فضياعات واملاك غيطشه ملهاش اي قيمه مقابل فتح بلاد الاندلس، فالمسلمين عمرهم ما فكروا ولا في الدنيا ولا في الثروه ولا في المال، وكان كل هدف المسلمين ان هم ينشروا الدين في كل بلاد العالم ويعلموا الناس الاسلام. كل الاموال والاراضي والممتلكات دي ما كانش ليها قيمه عند المسلمين ولا عمرهم كانوا بيسعوا ليها، ولو الناس دخلوا في الاسلام بيبقى ليهم كل اللي للمسلمين وعليهم كل اللي على المسلمين، ولو رفضوا يخشوا في الاسلام فالمسلمين بيدافعوا عنهم وبيسيبوا لهم كل ممتلكاتهم في مقابل ان هم يدفعوا الجزيه بس، والجزيه دي عباره عن جزء بسيط جدا من اموالهم، اقل حتى من نسبه الزكاه اللي بيدفعها المسلمين عن اموالهم. فالمسلمين ولا فارق معاهم املاك غيطشه ولا لوزريق ولا يوليان، ومش جايين من اقصى بلاد العالم في جهه الشرق لحد الاندلس عشان ياخدوا شويه ممتلكات واراضي زراعيه. فالثمن اللي طلبه يوليان عشان يساعد المسلمين بالنسبه لطارق بن زياد ما كانش ليه اي قيمه. فطارق بن زياد لما سمع العرض ده فرح جدا، وبعت رسول لموسى بن نصير في القيروان عشان يبلغوا بالعرض المغري ده. وطبعا موسى بن نصير فرح جدا، وسبحان الله ده كان من تدبير ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحل له كل المشاكل اللي بتقابله بعد ما استنفذ كل طاقته. موسى بن نصير خد المعلومات دي من طارق بن زياد وبعت رساله للوليد بن عبد الملك اللي هو كان خليفه المسلمين في الوقت ده. الوليد بن عبد الملك لما عرف المعلومات دي سمح لموسى بن نصير ان هو يفتح بلاد الاندلس ويتجه بالجيش بتاعه لبلاد الاندلس. لكن وليد بن عبد الملك اشترط على موسى بن نصير شرط مهم جدا، قال له ان هو ما يتجهش لبلاد الاندلس الا لما يبعت سريه لبلاد الاندلس عشان يختبر المعلومات اللي يوليان قال له عليها، لان وارد جدا ان يوليان يكون كذاب ويكون يوليان متعاون مع لوزريق ضد الاسلام والمسلمين. فالوليد بن عبد الملك طلب من موسى بن نصير ان هو يبعت سريه الاول يختبر بيها المعلومات اللي عرفها، ولما السريه ترجع تاني وتاكد المعلومات اللي عرفوها من يوليان يبدا بعد كده الجيش الاسلامي يخش بلاد الاندلس. موسى بن نصير رحمه الله جهز سريه من 500 مقاتل، 500 مجاهد في سبيل الله، حط على رأسهم واحد اسمه طريف بن مالك. طريف بن مالك برضه كان من البربر، فكل قادة الجيش في الوقت ده في شمال أفريقيا كان من البربر. فسبحان الله لو كل قادة الجيش الإسلامي اللي فتح بلاد الأندلس كانوا فضلوا وثنيين، كانوا فضلوا على عبادة الأصنام، ما كانش هيبقى ليهم أي سيرة في التاريخ ولا كان أي حد هيعرف عنهم أي حاجة. لكن دايما العزة والقوة في الإسلام، وكل قادة الإسلام أسمائهم لسه مخلدة في التاريخ وذكرهم موجود لحد النهاردة. طريف بن مالك خد 500 من جيش المسلمين وعبر بيهم من المغرب لبلاد الاندلس، والكلام ده كان في رمضان سنه 91 هجريا. وبدا طريف بن مالك والسريه اللي معاه يدرسوا طبيعه بلاد الاندلس، بداوا يدرسوا الطبيعه الجغرافيه للمنطقه الجنوبيه لبلاد الاندلس اللي الجيش الاسلامي هينزل فيها. وبعد فتره من الزمن رجع طريف بن مالك والسريه اللي معاه للقيروان وشرحوا لموسى بن نصير الطبيعه الجغرافيه للمنطقه الجنوبيه لبلاد الاندلس اللي هينزل فيها المسلمين. ومن حكمه موسى بن نصير ان هو فضل بعد رجوع طريف بن مالك من بلاد الاندلس يعد ويجهز الجيش لمده سنه كامله بيجهز جيش المسلمين في عنايه شديده جدا، وقدر في خلال السنه دي ان هو يجهز 7000 مقاتل.
7000 مجاهد في سبيل الله. لكن في المقابل ال 7000 مسلم دول كان مطلوب منهم ان هم يواجهوا جيش ضخم جدا في بلاد الاندلس. وبدأ جيش المسلمين يعبر مضيق جبل طارق في شهر شعبان سنة 92 هجريا، ونزل جيش المسلمين على جبل اتعرف بعد كده في التاريخ بجبل طارق. وكمان المضيق اللي كان بيفصل بين المغرب وبين الاندلس اتعرف بعد كده بمضيق جبل طارق نسبة لطارق بن زياد رحمه الله. بعد كده طارق بن زياد رحمه الله اتنقل بالجيش اللي معاه من جبل طارق لمنطقة اسمها الجزيرة الخضراء، وهناك قابل الجيش الجنوبي لبلاد الاندلس. فكان موجود في المنطقة الجنوبية لبلاد الاندلس دي حامية او سرية بتحمي حدود بلاد الاندلس الجنوبية. طارق بن زياد رحمه الله واجه الحامية دي وعرض عليهم 3 امور. قال لهم يا اما تدخلوا الاسلام وليكم ما لنا وعليكم ما علينا، وهنسيب لكم كل ممتلكاتكم واموالكم في مقابل ان انتوا تخشوا في دين ربنا سبحانه وتعالى، او ان انتوا تفضلوا على دينكم بس تدفعوا الجزية للمسلمين، وبرضه هتفضل اموالكم وممتلكاتكم ليكم زي ما هي ومش هنمسها باي سوء، او ان انتوا تحاربونا وتخشوا معانا في قتال، ومش هنسيبكم غير 3 ايام بس تفكروا في العرض ده. فده كان العرض اللي عرضه طارق بن زياد على القوط الغربيين اللي موجود في المنطقه الجنوبيه لبلاد الاندلس. قاده جيش النصارى من القوط الغربيين طبعا ما عجبهمش الكلام ده، وقرروا ان هم يجهزوا الجيش عشان يواجهوا طارق بن زياد. وقامت الحرب بين جيش المسلمين بقياده طارق بن زياد وجيش النصارى من القوط الغربيين اللي موجود في المنطقه الجنوبيه لبلاد الاندلس. والحرب كانت سجال بين الطرفين، يعني كان في تكافؤ بين الطرفين، لكن في الاخر قدر طارق بن زياد ان هو يتغلب على النصارى وانتصر عليهم في المعركه دي، لان الحاميه او السريه اللي كانت موجوده بتحمي الحدود ما كانتش هي كل الجيش القوطي في الوقت ده، ما كانش هو كل جيش النصارى اللي موجود في بلاد الاندلس، لكنها كانت مجرد حاميه او سريه بس بتحمي الحدود الجنوبيه لبلاد الاندلس. وبعد ما المسلمين قدروا يهزموا الحاميه اللي موجوده في المنطقه الجنوبيه، زعيم المنطقه دي بعت رساله للوزريق في طليطله اللي هي كانت عاصمه الاندلس في الوقت ده، وطليطله كانت موجوده في منتصف بلاد الاندلس زي القاهره كده موجوده في منتصف مصر. زعيم المنطقه دي بعت رساله للوزريق وقال له ادركنا يا لوزريق فانه قد نزل علينا قوم لا ندري اهم من اهل الارض ام من اهل السماء. لان هم بالنسبه لهم كان غريب جدا ان حد يهجم عليهم ويقول لهم لو دخلتوا في ديننا هنسيب لكم كل املاككم وممتلكاتكم، او انهم يفضلوا على دينهم لكن مجرد يدفعوا الجزيه بس ويسيبوا لهم برضو كل اموالهم وممتلكاتهم. فالطبيعي ان الفاتح او المحتل لاي بلد بياخد كل الخيرات والممتلكات اللي موجوده فيها وما بيسيبش لاهلها اي حاجه، بل ان الطبيعي عندهم ان المحتل ده بيخش يدمر البلد باللي فيها ويقتل ابنائها ويرمل نسائها. لكن كون ان المسلمين بيعرضوا عليهم ان هم يخشوا في الاسلام ويسيبوا لهم كل اموالهم وممتلكاتهم، فدي كانت سياسه غريبه جدا على اهل بلاد الاندلس وما كانوش يعرفوها. كمان النصارى بيوصفوا المسلمين اللي كانوا في الجيش الاسلامي اللي فتح بلاد الاندلس ان هم كانوا زي الرهبان بالليل، بيقيموا الليل طول الليل وبيصلوا لربنا طول الليل، ويجوا بالنهار يحاربوا زي المقاتلين اللي طول عمرهم بيتدربوا على القتال وواهبين حياتهم للقتال والجهاد. فالنصارى ما بقوش فاهمين المسلمين، هل المسلمين كل حياتهم عباره عن صلاه وصوم وعباده لله سبحانه وتعالى زي الرهبان، ولا عباره عن تدريب وقتال وجهاد في سبيل الله؟ فزعيم القوط بعت رساله وقال له ادركنا يا لوزريق فقد نزل علينا قوم لا ندري اهم من اهل الارض ام من اهل السماء. طبعا لوزريق لما شاف الرساله اتجنن جدا ومبقاش مصدق اللي بيحصل، وقرر ان هو يجهز الجيش عشان يواجه طارق بن زياد والجيش اللي معاه. لوزريق قدر يجمع 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل عشان يواجه بيهم طارق بن زياد اللي كان كل الجيش اللي معاه في الوقت ده عباره عن 7000 مقاتل وما كانش معاهم غير خيول قليله جدا. فطارق بن زياد بعت رساله لموسى بن نصير في القيروان عشان يطلب منه ان هو يبعت له مدد. موسى بن نصير لما قرأ رساله طارق بن زياد قرر ان هو يبعت 5000 مقاتل من الجيش الاسلامي، 5000 مقاتل مسلم على راسهم طريف بن مالك عشان يتجهوا لبلاد الاندلس ويساعدوا طارق بن زياد في مواجهه لوزريق. وبكده يبقى مجموع جيش المسلمين في مواجهه لوزريق هو 12000 جندي مسلم، وفي المقابل جيش النصارى بيتكون من 100,000 مقاتل على راسهم لوزريق. فايه اللي هيحصل في المواجهه اللي مفيش فيها اي تكافؤ دي، وايه هتكون نتيجه المعركه؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا بالمعلومات دي واستمتعتوا بيها. الفيديو ده هو جزء من اجزاء سلسله الاندلس من الفتح للسقوط. السلسله هتظهر معاك في حرف الاي اللي موجود فوق، اتفرج عليها عشان تقدر تكمل وتتابع معانا الاحداث. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه بالنصر والتمكين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.